أهلا بيكم في قناتي كوك ويت شريفة. وصفاتنا تتميز بطعم زمان للمطبخ المصري الأصيل. النهاردة هنقدم لكم أحلى دجاج مشوي في الفرن بأسهل طريقة وما بتاخدش غير دقايق معدودة، وأحلى نتيجة وأحلى دجاج مشوي في الفرن. معانا 8 وراك فراخ متقطعة ونعمل فيها تشريح بالسكينة علشان التتبيلة تتشرب داخل الوراك. هنحط في الخلاط طماطميتين كبار، بصلاية حامضة كبيرة، فلفل رومي و4 فصوص توم كبار، معلقة كبيرة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة، معلقة كمون، ولو بتحبوا الطعم الحلو معلقة صغيرة قرفة. بعد كده معلقتين كبار صلصة طماطم، تلت كوباية دبس رمان، ونص كوباية زيت زيتون أو عادي. نضرب كل المكونات في الخلاط ونتبل بيها الفراخ كويس جدا وندعكها كده علشان التتبيلة تدخل في كل حتة. نرص الفراخ في صينية ونحط الخضار اللي نحبه، طماطم، بصل، فلفل، بطاطس. نوزع باقي التتبيلة فوقهم ونغطي بورقة زبدة وبعدين ورقة فويل، وندخل الطاجن الفرن لمدة 45 دقيقة. وبعد ما تستوى ندهنها بدبس الرمان ونولع عليها الشواية لمدة 5 دقايق ونقدمها بالهنا والعافية.